سريعا كده عن محمد صلاح، يعني الراجل هو عنده 34 سنة بيعمل كل حاجة عشان منتخب مصر. الراجل وهو في السن ده شايل المنتخب على كتفه وبيحرك الملعب كله لوحده. محمد صلاح خلى مصر تقدر توصل لكأس العالم مرتين، ما وصلناش قبلهم ولا ما وصلناش بغير صلاح. الناس مستكترة على نفسها ان يبقى عندها لاعب بالكواليتي ده. احنا في الفترة الأخيرة ما عندناش لعيبة كواليتي، يعني انت كل كام سنة ما بتطلع لاعب كواليتي بالشكل ده. الناس مستكتره ان يبقى عندها لاعب بيجيب دوري انجليزي، يبقى عندها لاعب بيجيب دوري ابطال. مستكتره ان يبقى عندها لاعب لحد دلوقتي جايب 3 اجوان في كاس العالم، ويعني متوقع ان شاء الله ان هو الاهداف دي هتزيد. الناس مستكتره ده، معرفش ليه. يعني انا معرفش محمد صلاح الناس بتنتقد. سيد كان بيحكي انه في فتره من الفترات ما كانش فيه تيشيرتات للعيبه في المنتخب، وما كانش فيه فلوس في اتحاد الكوره يجيبوا تيشيرتات. محمد صلاح جاب التيشيرتات بتاعه المنتخب على حسابه. الناس يعني ليه مش عايزين الراجل ده يعني ينجح؟ ليه مستكترين عليه ان هو يبقى حاجه بتشرف مصر؟ احنا في الفتره الاخيره ما عندناش حد بيشرف مصر بره. تخيلوا ان يبقى عندك لاعب كان بيلعب في ليفربول، لاعب كان بيبقى هداف الدوري الانجليزي، لاعب كان بيبقى مرشح ان هو يبقى بلندور. ليه مستكترين كده؟ ليه مستكترين انه يبقى عندنا لاعب بالشكل ده؟ ليه الناس بتهاجم صلاح؟ عشان يعني مش بيلعب في اهلي ولا زمالك فما عندوش شعبيه جماهيريه بقى بتدافع عنه؟ لا، احنا كلنا المصريين لازم ندافع عنه، كلنا المصريين في ظهره. احنا عايزينه يكمل في اوروبا. 34 سنه، يلعب له سنتين ثلاثه كان تاني في اوروبا عادي مرتاح، ما يرجعش على الخليج.